القوادة هذوما اللي لا عندهم لا كرامة ولا عندهم نخوة ولا وطنية إلا حبهم يعني بعض الأموال الرخيصة، واللي نتصور مش قادرين باش يخزروا روحهم في المراية راهو، لأنه تنجم أنت تجي وتناضل في بلادك يا خوتي، معارض حقك، حق دستوري، أما تجي تحط إيدك في قوى أجنبية وتسب بلادك وتحاول بأقصى الإمكانيات بث الفرقة وعدم الاستقرار. نحب التوانسة يفيقوا اللي هذوما راهم أخس وأذل، راهو يبيع حاشاكم ولدته من أجل حفنة من الدولارات ولا من الأوروات. إذا نفيقوا وما نتبعوش الجماعة هذوما، لأنه المصار في الكرش تعارك، لكن نبقاو توانسة وكل واحد عنده رأيه وكل واحد عنده الحق باش يبدي رأيه. لكن نجي نحط إيدي في قواه، فهمتني؟ خاطر احنا في تونس راهو من عام 56 ثم حاجة نحبوا نعملوها وتوا بدينا نعملوا فيها بالحق، اللي هي السيادة الوطنية. والسيادة راهي غالية، والسيادة راهو ما يخليوكش، لأنه كان هو المستعمر خرج راهو باش يحاول يقعد بطرق أخرى ويحاول باش مقدراته ما تفلتش من يديه. إذا ردوا بالنا، ثم كلمة نقولها للتوانسة الكل، حطوها بين عينيكم، لأن تتكلف لنا غالية، لينا ولادنا مستقبلنا، هي عدم الاستقرار. راهو عندنا الحق نحتج ونتكلم ونعبر على راينا، لكن نردوا بالنا راهي ثم أيدي خبيثة انتم ما تعرفوهاش، لكن احنا نعرفوها ونعرف واش قاعد تعمل وكيفاش تتحرك. ردوا بالكم، لأنه الأمر راهو ينجم يكون بالخطورة في مكان. ما نخوفكمش، ساعة تونس راهي ما شاء الله راهو رجعنا شادين زمام الأمور، بلادنا نتاعنا نتاع التوانسة. ودائما نعاود راهو الوحيد هو السيد هو الشعب التونسي، الوحيد اللي معناها قادر باش يقرر مصيره هو الشعب التونسي ولا غيره. ما نخلطوش الأمور، ما نخلطوش بين الدولة والحكومة والنظام. الدولة رانا احنا، الدولة راهو الأمن، راهو الجيش، راهو الإدارة، راهو ممتلكاتنا، راهي معناها كل ما يكون معناها البلاد اللي عايشين فيها. إذا ما نخلطوش الأمور وردوا بالنا، لأني قاعد نشوف في فيسبوك أيدي خبيثة بعد تمتد وتتكلم في كلام خطير وتحاول تأج وتحاول تعمل فرقة بين التوانسة. ردوا بالكم، راهي اللي قالها